أيضا احتفل أبناء الجالية المسلمة في العاصمة البريطانية لندن بذكرى الولادات الميمونة لأهل البيت عليهم السلام، وتضمن الاحتفال العديد من الفعاليات كإلقاء الكلمات والأشعار والموشحات، فضلا عن عرض لمجموعة من الأفلام القصيرة التي تحدثت عن شخصية الإمام الحسين عليه السلام، فيما أكد المشاركون الذين تنوعت أطيافهم ومذاهبهم عن ضرورة الاقتداء بأهل البيت عليهم السلام كونهم العنوان الأبرز في التاريخ الإسلامي. نمارق عماد معها المزيد. لا يحتاج إلى ل3 عقود خلت وما زال أبناء الجالية المسلمة في عاصمة الضباب لندن يحيون في شهر شعبان الخير والبركة ذكرى ولادة أقمار بني هاشم الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل والإمام زين العابدين عليهم السلام، وسط حضور غفير من المحبين. هو جمع الأسرة الإسلامية، هو تطبيق أهداف الإمام الحسين، هو أخذ العبرة والعبرة من هذا الشهيد العظيم اللي قال عنه القس المسيحي: لو كان الحسين لنا لجعلنا له في كل مدينة بيرقا وكل قرية منبرا ونشرنا المسيحية في العالم باسم الحسين. هذه الرسالة لا يمكن أن تستمر دون ميلاد هؤلاء الذين سطحوا شموسا وأقمارا. هذا العطاء الذي نتعلم منهم في كيفية أن نعيش بأسمى حياة الإنسانية. تخلل الاحتفال فقرات متنوعة تضمنت إلقاء كلمات من وحي المناسبة الشريفة وإشعار بحق أئمة الهدى ومدائح صدحت بمعدن التقوى، كما اختتم الحفل بمسابقة لعرض أفلام قصيرة عن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. حينما يقومون بمثل هذا الحفل وبمثل هذا التكريم ويجمع طوائف المسلمين ويجمع المذاهب المتعددة كي يفرحوا فرحة واحدة، إنما يعبر عن وحدة حقيقية قتل الإمام الحسين لأجلها. لم يقتل الحسين لأجل مذهب أو طائفة أو مجموعة أو شخص أو حكم كما يتصور بعض الجهلة والسفهاء من الناس. ظل الحسين يضيء لي وجداني وأنا المتيم في الغرام أعاني. يا سيد الشهداء إني عاشق أكرم بآل نبينا الشجعان. أحببت آل البيت في أفضالكم والفضل منكم دائم الجريان. حضور ومشاركة فعالة من قبل المحبين والموالين الذين أثبتوا على بعد المسافة من مراقدهم الشريفة أن الولاء للأئمة يسري في شريان الأمة. نمارق عماد، قناة كربلاء الفضائية، لندن.